السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام. مؤلم أن تحزن في المكان الذي ابتسمت فيه كثيراً. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع 2 بلطجية بيهجموا على واحد اسمه ويل وبيضربوه بعنف شديد علشان يعترف على مكان بنت اسمها سوزان، لكنه ما بيعرفش عنها حاجة، فبيضربوا واحد منهم بعصاية البيسبول في وشه، وبنلاقيه بيفتكر بنتين توأم وهما بيلعبوا مع بعض، وبنشوفه بعدها على سرير في الغابة. وعلشان نعرف البلطجية دول عملوا فيه كده ليه، بنرجع لأصل الحكاية وبنشوف ويل بيعلم آنيا بنت أخته الصيد، وبعدين بيرجعوا البيت وبتلاقي صاحبتها قاعدة مستنياه وبتقول لها إنها حجزت تذكرتين لمدينة تورنتو علشان يدوروا على أختها سوزان اللي مفقودة من أكتر من سنة. لكن آنيا بترفض لأنها مش عاوزة تضيع وقت على الفاضي، لأن الشرطة طول الفترة دي بتحقق في القضية ومفيش نتيجة، وبتتضايق وبتسيب صاحبتها وبتطلع تشيل الغزالة من العربية. لكن ويل بيخرج وراها وبيحاول يقنعها تروح مع صاحبتها، وبيعرفها إن أمها عاوزاها تروح تدور على أختها بنفسها. وفي أثناء ما هما بيتكلموا بتطلع أمها وبيروح ويل يقف معاها، فبتقوله إنها مش عاوزة حد يجبر آنيا على حاجة، وبتبقى آنيا سامعة كلامهم وبتوافق علشان خاطر أمها. وتاني يوم على طول بيروح ويل يوصلهم للقطر هو وأمه، وبيبقى فيه ولد راكب عجلة وبيراقبهم، وبنلاقي ويل راجع لبيته وبيطلع البندقية بتاعته وبيشوف دب طالع من جنب البيت، لكن بتيجي من وراه عربية فيها 2 بلطجية وبيحاول واحد فيهم يموت الدب، بس ويل بيمنعه لأنه هو اللي مربيه، فبيغدروا بيه وبيوقعوه على الأرض، وبيدوس واحد منهم على إيده وبيسأله عن سوزان، فبيقول له ويل إنه ما يعرفش حاجة عنها. وبيبقى البلطجي عارف إن آنيا سافرت تدور عليها من الولد اللي كان بيراقبهم، لكن بيقول له ويل إنهم رايحين يتفسحوا، فبيتعصب عليه البلطجي وبيقول له إنه عاوز يعرف أي حاجة جديدة عن سوزان أو حبيبها جوز، وبيهدده إنه لو بلغ الشرطة عنهم هيخلص عليه، وبيضربه وبيمشي، وبيقوم بعدها يحط أكل للدب. وعلى الناحية التانية بتوصل آنيا وصاحبتها تورنتو وبيتفسحوا، ومن تاني يوم بيروحوا الاتنين للبيت اللي كانت مأجراه سوزان، وبتقابل صاحبة البيت وبتعرف إن أختها مشيت من زمان، فبتمشي آنيا وصاحبتها وبيشوفوا في طريقهم راجل وست متسولين بينادوا عليها باسم أختها للشبه الكبير اللي بينهم لأنهم توأم، فبتقف تتكلم معهم وبيسألوها عن أختها، فبتقول لهم آنيا إنها مفقودة بقالها كتير، ومن كلام الراجل بتكتشف إن أختها كانت شغالة موديل بتعرض ملابس وبيعزمهم على العشاء بكرة جنب النهر. لكن صاحبة آنيا بتقوله إنهم هيسافروا وبتاخد آنيا وبتمشي، وبالليل بتبقى صاحبتها بتحضر الشنط علشان يرجعوا، لكن بتقول آنيا إنها تفضل تدور على أختها لحد ما الفلوس اللي معاها تخلص. وبعد شوية بتنام آنيا وبتسمع صوت الباب بيتقفل، وبتلاقي صاحبتها مشيت وسابت لها فلوس على السرير. وفي اليوم اللي بعده بتروح آنيا لجريدة وبتخلي المسؤولة تنزل خبر اختفاء أختها في الجورنال، وبتقول للمسؤولة إنهم عرفوا إنها اختفت لما الشرطة جت تحقق معاهم، وفي الآخر بتوعدها المسؤولة إنها هتعمل اتصالاتها علشان لو حد يعرف عنها حاجة هتفيدهم في البحث، وبتعلق الصورة بتاعتها وبتفضل آنيا واقفة قدامها. وبالليل بتروح آنيا للعشاء اللي عزمها عليه المتسول وبتقعد معاهم، وبيحكي لها الراجل إن أختها كانت شغالة في مطعم، وبعد كده اتعرفت على واحد وشغلها في وكالة، وبيطلع من كيس عنوان الوكالة اللي اشتغلت فيها سوزان، وبتعرف منه كمان إن جوز كان معاها وكان دايماً بيقول إن عنده شغل كتير وبيصرف فلوسه على الممنوعات. وفجأة بتيجي الشرطة للمكان وبيخليها الراجل تمشي قبل ما الشرطة تشوفها، وفي طريقها بتلاقي واحد بعربية بيقف لها وبيفكرها سوزان، وبتبقى واقفة خايفة لحد ما بتجيلها المتسولة وبتقول لها تمشي من الناحية التانية وتروح البيت وبتاخد منها فلوس. ولما بترجع البيت بتكلم أمها في التليفون وبتعرفها إنها تفضل تدور على أختها. ولما بيعدي اليوم بتروح على الوكالة اللي كانت شغالة فيها أختها وبتقابل المدير وبيبلغها إن سوزان قبل ما تختفي كانت بتظهر في جلسات التصوير وتحت عينيها أسود، وكل الوكالات شكوا إنها مدمنة وما بقاش حد بيكلمها، لكن بيطلع من تليفونه رقم آخر مصور أختها اتعاملت معاه وبيديهولها، فبتاخد الرقم وبتمشي. لكن المدير بينادي عليها وبيديها ظرف فيه بقية حساب سوزان من آخر شغل عملته في الوكالة. وعلى الناحية التانية بنلاقي ويل في ماركت وبيدخل شرطي بالصدفة، لكن الولد اللي بيراقبه بيشوفهم هما بيتكلموا وبيروح بسرعة يبلغ للزعيم. ولما بيخرج ويل بيلاقي عصابة شباب بيتنمروا عليه لحد ما بيحاوطوه
وبيرفعوا عليه سلاح علشان الولد شافه وهو بيكلم الشرطي، لكن ويل بيقول لهم إنهم كانوا بيتبادلوا التحية مش أكتر. بس لما بيلاقيهم ويل مش مصدقينه وعاوزين يضربوه بيرفع عليهم السلاح وبيهددهم إنه هيخلص عليهم، فبيسيبوه وبيمشوا. ولما بيرجع البيت بيكلم صاحبه في التليفون وبيحكي له اللي حصل، لكن بيسمع صوت خبط بره وبيطلع يتسحب علشان يشوف في ايه، وبيلاقي الدب بتاعه هو اللي بره. فبيرجع يقفل المكالمة مع صاحبه وبيطلع كرسي وبيجيب أكل وبينادي على الدب وبيديهوله وبيقعد يتفرج عليه وهو بيشرب كحول. وبيرجع الأوضة بعد ما بيسكر وبيجي واحد من العصابة وبيحدف عليه إزازة مولوتوف من الشباك وبيهرب، لكن ويل بيشيلها قبل ما تولع وبيرميها بره. وبعدين بتيجي الشرطة وبيقول لهم ويل إنه شاف العربية لكن ملحقش يشوف النمرة، وبتبقى أخته موجودة وسمع كلام الشرطي لما بيقوله إنه مش هيقدر يساعده علشان مفيش دليل واضح. فبتتعصب على الشرطي وبتحاول تضربه لأنها عارفة إن أخوها في خطر، لكن ويل بيهديها وبيسيب الشرطي يمشي وبياخدها بعدها لبيتها. وفي الطريق بتعترف له إن هي اللي بتقول للشرطة على اللي بتعمله العصابة علشان الشرطة وعدتها إنها هتدور على بنتها، وبتفضل تعيط من خوفها عليه، لكن ويل بيهديها لحد ما بيوصلوا البيت وبيدخل معاها يغطيها وبيفضل جنبها لحد ما بتنام. وفي اليوم التالي بيرجع على بيته وبيلاحظ إن الدب مكملش أكله، فبيروح على الشط اللي ورا البيت وبيلاقي العصابة موتت الدب وسايبين ورقة بيهددوه فيها. فبياخد ويل الورقة وبيجيب بطانية يغطي الدب بيها وبيعملوا طقوس الدفن لأنه كان بيحبه. ومن وقتها بنلاقيه بيراقب زعيم العصابة، ولما بيرجع بيته بيحاول يصلح الطيارة بتاعته اللي جنب البيت، ولما بيقدر يشغلها وبيجهز نفسه وبياخد بندقية تانية غير اللي معاه على طول، وبيروح يستخبى في مكان عارف إن زعيم العصابة هيعدي عليه. وأول لما بيظهر بيقنص عليه وبيضربه بطلقة في دماغه، وبينزل ويل يشوفه وهو ميت في العربية، وبيروح ياخد حاجته وبيركب الطيارة علشان يهرب من القرية، وبيرمي البندقية اللي موته بيها في البحر. أما أنيا فبالله راحت على العنوان بتاع المصور وبتشوف صور أختها ومدى إعجاب الناس بيها. وبعدين بيروح لها المصور جيسي وبيديها رقم صاحبة سوزان اللي كانت قاعدة معاها، وبيطلب منها إنه يشوفها تاني في الاستوديو بتاعه وبتوافق. وبعدين بتمشي أنيا وبتروح لصاحبة سوزان اللي أول ما بتشوفها بتفرح جدا لأنها كانت بتحب أختها، وبتدخلها البيت وبتحكي لها إن أختها كانت بتحب شغلها جدا، وإنها بعد ما سابت الوكالة انفصلت عن جوز وقابلت بعده جيسي وعملوا الشغل اللي شافته في المعرض، ومن بعدها أدمنت الممنوعات وجت عاشت معاها في البيت. وقبل أسبوعين من اختفائها ظهر جوز ورجعوا لبعض، وبتقول لها صاحبتها إنها سافرت أسبوع، ولما رجعت ما لقيتش سوزان في البيت وتليفونها مش شغال. وبعدها بتاخدها تدخلها أوضة سوزان وبتقترح عليها تقعد معاها وتفضل في أوضة أختها، فبتوافق أنيا وبتفضل تقلب في هدوم أختها. وفي نهاية اليوم بتبقى أنيا على السرير ومش بتعرف تنام، فبتقوم تشغل النور وبتفضل تدور في حاجة أختها من هدوم ومكياجات، وبتقف تتزين قدام المراية وبتشوف جواب كانت أختها كاتباه لأمها وما لحقتش تبعته. وفي اليوم التالي بتروح الاستوديو بتاع جيسي وبيرحب بيها وبيدخل يعمل لها حاجة تشربها، وبتفضل هي تتفرج على صور أختها، وبعدين بيقعدوا يتكلموا وبتعرف منه إنه قبل اختفائها ظهر جوز وقال لها إنه جاي يعمل حملة دعاية لابن عمه، وبيعرفها إن جوز كان بيتعاطى الممنوعات بأنواعها. ولما شافته سوزان ما كانتش قادرة تنساه ورجعوا لبعض، وبعد كده اختفت، لكن أنيا بتبقى متأكدة إن أختها هترجع تاني. وبعد ما بتعرف اللي هي عاوزاه بتقوله إنها تمشي، وبيطلب منها جيسي إنهم يتقابلوا تاني لو هتفضل قاعدة في تورنتو، فبتوعده أنيا وبتسيبه وبتمشي، وبترجع على البيت وبتلبس فستان سهرة من هدوم أختها، وبتتعاطى الممنوعات اللي بتديها لها صاحبة أختها علشان تبقى زي سوزان. وبتاخد الجواب اللي كانت أختها كاتباه لأمها وبتروح للبريد وبتحطه في الصندوق، وبعدين بتركب العربية مع أصحاب أختها وبيروحوا على نايت، وكل اللي موجودين بينادوا عليها باسم أختها، وبتعرفها صاحبة أختها على واحد اسمه داني وبتقول لها إنه كان صاحب سوزان. فبتتعرف على أنيا وبيسألها إذا كانوا عرفوا حاجة عن مكان سوزان، لكن بتقوله إنها لسه بتدور، فبيديها رقمه علشان تبلغه لو احتاجت أي مساعدة منه. في الوقت ده بيوصل جيسي وبياخدها علشان لاحظ إنها سكرانة، وبيقول لها تبعد عن داني لأنه تاجر ممنوعات، وبياخدها وبيمشي وبيرجعها على البيت. ولما بيوصلوا بتفضل أنيا تتأسف له على اللي عملته في نفسها، وبيبقى جيسي متفهم إنها مش في وعيها وبيقول لها تدخل تنام، بس لما بتنزل من العربية بتفتكر إنها مش معاها مفتاح وبترجع له تاني، فبيخليها تركب العربية وبياخدها معاه على بيته، وبيقعدوا مع بعض وبتبقى لسه تحت تأثير المخدر، وبتقرب من جيسي لكن بيبعدها عنه، وبيقوم جيسي يقعد جنبها وبيقول لها إن سوزان حكت له عن أهلها،
فبتعيط أنيا وبتفضل باصة لجيسي وبيقربوا من بعض. وعلى طرف آخر بنلاقي ويل نزل في جزيرة وعايش على الصيد، لكنه بيتفاجئ ببنتين موجودين على الجزيرة، وبيرجع يغير هدومه وبيروح على مكانهم وبيلاقيهم قاعدين مع جدهم وجدتهم. فبيقعد مع الجد وبيتعرف عليه، وبيعرض عليه الجد يفضل معاهم النهارده لأن في احتمال إن يبقى في مطر. فبيفضل ويل قاعد معاهم وبيقول لهم إنه هيفضل قاعد على الجزيرة طول فصل الشتاء لأن ما عندوش أسرة، وبيخليه الجد قاعد معهم لحد الصبح. وتاني يوم بتروح الجدة تصحيه من النوم، وبيروح هو والجد يصطادوا حمام، وبعدين بيقعدوا يتكلموا مع بعض. وبيحكي له ويل إن في يوم كان رايح شغله ورجع لقى بيته ولع وفيه مراته، ومن وقتها خد الطيارة بتاعته وراح عند أخته. وبعدين بيقوموا الاتنين وبيوصلوا ويل لحد الخيمة اللي هو قاعد فيها، وبيودعوا لأن الجدة مش حابة وجوده. وبيروح ويل يقعد لوحده وبيفضل يعيط لما بيفتكر مراته. ولما بنرجع لأنيا بنلاقيها عاملة لقاء صحفي، وبيقول لها الصحفي إذا كانت هتكمل نفس الطريق اللي وقفت فيه أختها ولا هتعمل حاجة جديدة. لكن بيرد جيسي مكانها وبيقول للصحفي إنها مش عاوزة تشتغل موديل. فبينهي الصحفي اللقاء وبيقول لها جيسي تمشي دلوقتي وهيقابلها كمان شوية في بيته. وبيقف هو مع حد من العملاء وبيتفق معاه على الشغل. وبنلاقي أنيا راحت قعدت مع أصحاب أختها ومن ضمنهم داني اللي بيسألها عن أي أخبار عن سوزان. وبترد صاحبة أختها وبتعرفهم إن أمها جالها جواب من سوزان، وبيبقى ده الجواب اللي بعتته أنيا بس محدش يعرف. وبتقول أنيا لداني إنها ما قالتش أي حاجة عن مكانها، وبعدين بتسيبهم أنيا علشان تلحق ميعادها مع جيسي. ولما بتروح له بيفضل يحكي لها على العرض اللي عرضوا عليه العميل، وبتسأله على الباسورد بتاع تليفونه علشان تحجز في مطعم يتغدوا فيه. لكن لما بيقول لها تفتح التليفون وبتفضل تقلب في صور أختها لحد ما بتلاحظ إن في صورة منهم باينة على إيد أختها إنها كانت بتاخد حقن ممنوعات. وبتتضايق أنيا لما بيجي لها جيسي، وبتعرف إنه كان عارف إن أختها كانت مدمنة وما قالهاش، وبيقول لها إن حتى لو كان قال لها ما كانش هيفرق حاجة. وبيعرفها إن سوزان لما اختفت بلغ الشرطة وقال لهم على كل حاجة، بس ما جابش اسمه في المحضر علشان سمعته. فبتغضب أنيا وبتسيبه وبتمشي بعد ما عرفت حقيقته، وبتفضل تعيط في الشارع وبتقرر ترجع البيت تلم حاجتها وترجع لبيت أمها. وهي نازلة بتقابلها صاحبة أختها وبيبقى معاها داني، ولما بيعرف داني إنها راجعة لبلدها تاني بيفتكر إن سوزان ظهرت تاني. لكن أنيا بتقوله يسأل جوز علشان صاحبه، بس داني بيتعصب وبيقرب عليها وبيخنقها وبيوقع صاحبة أختها على الأرض. وبيقول لأنيا إن جوز وسوزان سرقوا منه كمية كبيرة من الممنوعات، وبتحاول أنيا تهرب منه لكنه بيتمكن منها تاني وبيسألها عن مكان أختها. فبتقوله إنها ميتة علشان تخليه يسيبها، وبالفعل بيسيبها وبيرميها في الأرض وبيمشي. وبتروح لها صاحبة أختها تتحايل عليها ما تتصلش بالشرطة لأنها مدمنة هي كمان. وعلى الناحية التانية بيرجع ويل القرية تاني وبيتصل بأخته وبيفضل يعيط لما بتقوله إن سوزان بعتت لها جواب وبيقفل معاها. وبعدين بيروح لأخته البيت وبتقوله إن الشرطي سأل عنه كتير، وبتعرفه كمان إن زعيم العصابة حد ضربه بطلقة لكنه لسه عايش. وبيجيله الشرطي بعدها وبيبقى عارف إن هو اللي ضرب النار على زعيم العصابة، وبيقوله المرة الجاية يركز وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيرجع ويل على بيته وبيبقى قاعد مع صاحبه وبيلاقي داني وزعيم العصابة داخلين عليه ورافعين السلاح على أخته. وبيفضل داني يسأله عن سوزان لكن هما ما يعرفوش حاجة عنها. وبيدخل داني يتمشى وبياخد عصابة بيسبول من بتوع ويل، وبعدين بيمسك مية مغلية وبيحدفها على أم سوزان وبيهدد ويل إنه هيخلص عليهم لو ما اعترفوش بمكانها. لكن لما بيلاقي ويل مصمم على رأيه بيضربه بعصاية البيسبول، وبيخلي زعيم العصابة ياخد ويل وصاحبه بره وبيضربهم علشان يعترفوا. وبيديله داني فرصة 5 ثواني علشان يجاوب لكنه ما بيردش. وبيقوم داني علشان يضربه لكن بيتفاجئ بصوت طلقة في راس زعيم العصابة، وبيلاقي أنيا رجعت وهي اللي موتته وبتضرب الطلقة التانية فيه وبتخلص عليه. وبتروح تطمن على ويل وبتخلي صاحبه يتصل بالإسعاف وبتنقله للمستشفى وبتقعد جنبه تفكره بالأفخاخ اللي كان بيعلمها تعملها إزاي. وبتحكي له عن اللي حصل معها في تورنتو لكنه بيبقى فاقد الوعي وما بيسمعش كلامها. وبنلاقي ويل بيتخيل إنه على سرير في الغابة وبيفتكرها هو وأختها وهم صغيرين. وأخيراً بيفوق من الغيبوبة وبتفرح أنيا لما بتشوفه وبتروح تقف على البحر وبتتخيل نفسها وهي صغيرة وبتلعب مع سوزان على البحر. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ملخصات HG فيلم.